هو مين قال ان الجرومينج للكلاب والقطط بس؟ تابعوا الفيديو ده للاخر. وهاي وحشتني جدا جدا جدا. النهارده كنا في هوم فيزيت. جماعه احنا مش بنعمل هوم فيزيتس جوه اسكندريه لان احنا عندنا فرعين جرومينج. احنا بنعمل هوم فيزيتس بس في كينج ماريوت والساحل الشمالي. فالنهارده كان عندنا فله الروتويلر القمر دي. جماعه هي مولوده عينها كده، متخيلين؟ اديناها شاور وكانت مبسوطه جدا ورايقه وفرحانه قوي بنظافتها. وطبعا ما نسيناش صاحبه فله البني. ايوه يا جماعه، الارانب بتتعمل لها جرومينج، ومش الارانب بس، والجيني بيكس والطيور الجارحه والبغبغانات والطيور بشكل عام، وحيوانات تانية كتير جدا بتعمل لها جرومينج. طبعا مش هننسى الخيول اكيد. فايوه الارانب بتعمل لها جرومينج، وكانت مبسوطه جدا يا جماعه. انتوا مش متخيلين كانت مبسوطه ازاي. هي هتتجوز الشهر الجاي، وفي نفس الوقت هي ما كانتش انضف حاجه، وكانت مش مبسوطه ومزاجها ومودها مش حلو. فقرروا ان احنا نعمل لها جرومينج، وفعلا كان جرومينج فيري سكسسفul. ما عدا شويه الشعر المكلكع الموجود ده. كده هي لما هتيجي تتجوز هتنتف شعرها ده، مش زي القطط يعني. دي الحاجه الوحيده اللي مش زي القطط. بس ونضفنا كمان ودانها، واخدنا بالنا ان كان فيها انفكشن، وقلنا لهم يعملوا لازم. وبجد كانت هوم فيزيت جميله، واصحاب الحيوانات دي كانوا جمال جدا، وانا اتبسطت بيهم واتبسطت باليوم ده. اشوفكم فيديو ثاني. باي.